كمان انتشرت اخبار رحلاتهم الجويه ووصلت لهنري فورد مؤسس شركه السيارات الشهيره فورد، واللي بسبب المنافسه قرر يهاجم طياراته الاخويه، وقال على الملأ انه لو خد ملايين الدولارات مستحيل يعمل اي رحله بالطيارات دي. ومش بس كده، ده وصفها بانها اخطر حاجه شافها في حياته. طبعا نتيجه شهره هنري فورد في امريكا، ولان شركتهم كانت لسه صغيره وما كانتش قد المنافسه دي، سمعه طياراتهم اتدمرت تماما وكل الناس بعدوا عن طياراتهم. كل الرحلات الجويه اللي كانت عندهم اتلغت، يعني من الاخر الشركه وقفت تماما. طبعا المستثمر ماكس بمجرد ما سمع تصريحات فورد قرر هو كمان يوقف كل استثماراته في شركه لوكهيد. في الوقت ده كان في مهندس امريكي تاني اسمه جلين إل مارتن، برضه كان مهتم بتصميم وتصنيع الطيارات، خصوصا ان مارتن كان من عيله غنيه والفلوس ما كانتش مشكله بالنسبه له. في 1918 واحده من اول الطيارات القاذفه للقنابل المعروفه باسم MB-1 كانت من انتاج شركته. الطياره كانت عملاقه لدرجه ان مارتن لما جربها اول مره